الاهلي برباعيه يضرب المصري في ملعب برج العرب. معانا يا جدعان الكابتن عماد النحاس، عايز اقول لك ان هو مدرب في 3 ماتشات مسجل 12 هدف. انت معاك خط هجوم عالمي وفي نفس الوقت معاك خط دفاع على الله حكايته. هي دي المشكله يا جدعان، وديت نقطه ضعفنا في الفتره الاخيره في الدوري المصري. تخيل كده انت بتلعب بالسكواد ده ومعاك طبعا اللعيبه اللي انت هتدعمها ومعاك الدفاع ده، هيبقى نقطه ضعفك. هتبقى عندك خط هجومي على اعلى مستوى، خط دفاع، خط وسط على اعلى مستوى، وفي نفس الوقت خط الدفاع هيبقى ضايع منك خالص وهربان. ففي نفس الوقت احنا عايزين 2 مدافعين اقوياء جدا. مش عارفين بقى قصه اشرف داري، في اصابه مزمنه وهيمشي، وحد تاني ما هيجي مكانه. عبد المنعم هيرجع، ولكن عبد المنعم خلاص الامل في رجوعنا في رجوعه للنادي الاهلي وان هو يشيل الحته ديت، ولكن دلوقتي ربنا يشفيه ويعافيه. جاله صليبي. هنتكلم يا جدعان عن عماد النحاس. عايز اقول لك ان عماد النحاس، كل الناس اللي عماله تقول لك عماد النحاس وتفخم عليه، لازم تفخم عليه براحتك. ولكن انت لو تجيت برضو تبص للنقطه، هو عماد النحاس مدرب منطقي، ما ابدعش، هو عمل الصح، عمل المفروض كان يتعمل. لعب على الحته النفسيه بتاعت اللعيبه، اداهم الثقه. في حته يا جدعان كده عجباني قوي من عماد النحاس، وسام ابو علي كان في طريقه للانهيار. وسام ابو علي كان لسه راجع من الاصابه مع كولر وكان مستواه مش كويس، وفي نفس الوقت انت جبت عليه جراديشار، فاصبحت يعني الضغوط بقت عليه جامده قوي، ان هو لازم ينزل يعمل كل حاجه علشان يبقى اساسي، يبقى له مكان. وخصوصا ان جراديشار في الماتشات الاخيره كان متوهج وكان بيجيب اجوان وبيعمل اسيستات. فكان حسام ابو علي كان حاسس ان الدنيا بتروح منه، وكان حاسس ان هو مش هيبقى المهاجم السوبر الاساسي بتاع النادي الاهلي، اللي هو عمل اللي ما عملوش اي حد الموسم اللي فات. ولكن يا جدعان عماد النحاس اداله الثقه، رجع له الثقه تاني، حسسه ان هو رقم واحد في الحته دي. معلش ممكن نكون جينا على جراديشار شويه، ولكن هو ده اللي خلى اسامه ابو علي كويس. انت فاهمني؟ بن شرقي حرره، خليه يلعب براحته، اداله الثقه، بقى يلعبه من اول الماتش. نفس الكلام امام عاشور بقى يا جدعان، ده في حته تانية. يعني انا امام عاشور بالنسبه لي هو ما بيلعبش بروح الفانله الحمراء، هو شخصيه لاعب. يعني عايز اقول لك ان امام عاشور ده لو حطيته في فريق في درجه تانية هيكون برده نفس المستوى، بيقدم لك نفس الاداء، بيعمل لك نفس النتيجه. فانا بالنسبه لي يا جدعان امام عاشور من اللعيبه السوبر ستار. تعالى بقى يا جدعان نتكلم على عماد النحاس، بعض الاخطاء كده. انا بالنسبه لي يا جدعان عماد النحاس يعني اتمنى ان هو بعد كده يبدا بعلي معلول مكان كوكا. بصراحه المفروض التشكيله يبدا بعلي معلول مكان كوكا. مصطفى العش ما يقعدش لحد من الاثنين دول، يعني ما يقعدش الربيع والياسر ابراهيم، لا مصطفى العش يلعب وتحط واحد جنبه منهم. يعني مصطفى العش المفروض يبقى اساسي. تعالى بقى يا جدعان في نص الملعب، انا بتكلم على ان عمرو السوليه لعيب جامد جدا، ما عنديش مشكله، ولكن عامل السن برضه. عمرو السوليه ممكن تديله في اوقات يفيدك اكتر. يعني انا بالنسبه لي لما تلعب قفشه 10، تلعب امام عاشور في حتته اللي هي 8، وتلعب مروان عطيه، والشوط الثاني تنزل السوليه، انا شايف ان الحته ديت افضل. طبعا عماد النحاس على دماغي، هو له وجهه نظر وقرايه للماتش احسن مني، ولكن انا في الاول وفي الاخر بقول رايي. انت فاهمني؟ تتفق تختلف، ولكن في الاول وفي الاخر ديت اراء. بالنسبه لي جراديشار ممكن ينزل بدري شويه. انت فاهم القصه؟ طاهر بقى، محمد طاهر. محمد طاهر ده يا جدعان عايز اقول لك ان هو مثال للاصرار والعزيمه والاجتهاد، علشان كده ربنا بيهديه. نخش بقى يا جدعان على الفقره بتاعه تقييم اللعيبه. انا بالنسبه لي يا جدعان هناخدها من تحت. رامي ربيعه طبعا مش هينفع نقيمه علشان هو مصاب، ولكن لو قيمناه على الماتشات اللي فاتت، رامي ربيعه في الفتره الاخيره نقطه ضعف من نقط ضعف النادي الاهلي في الدفاع. ياسر ابراهيم النهارده انا بالنسبه لي هديله 4 من 10. ده عمل كارثه في اول ماتش. يعني عايز اقول لك ان هو في اول ماتش الجون اللي جابه صلاح محسن ده، ياسر ابراهيم لو بيتفرج على اللقطه ديت هيضحك على نفسه. تخيل ان الكوره جايه له وهو السيرد باك اللي موجود المفروض يغطي مع صلاح محسن، هو واقف للكوره عمال بيبص كده، ما حاولش حتى يروح ناحيته، ما حاولش يعمل ضغط. يعني هو نازل كده تحت اللي هو على الله. انت فاهمني؟ يا صابت يا خابت بقى. صلاح محسن هو بيتقمص دور كريستيانو قدام الاهلي، ما عندناش مشكله. كوكا في اول ماتش كان مهزوز جدا، وخصوصا ان الكره اترفعت من ناحيته، الكره بتاع الجون الاول النادي المصري اترفعت من ناحيته، وكان خطا دفاع من كوكا، كان بطيء شويه في التحول وما عرفش يجاري اللاعب اللي هو عمل العرضيه. انا بالنسبه لي يا جدعان كوكا ممكن اديله 6 من 10. لما اروح بقى لمحمد هاني، محمد هاني تقييمه بصراحه في ماتشات كتير محمد هاني بيوترني فيه، مش عارف هو حلو ولا وحش. انت فاهمني؟ فانا ادي لمحمد هاني النهارده برده 6 من 10. نص الملعب مروان عطيه طبعا جامد جدا. مروان عطيه مستواه ثابت. مروان عطيه الماتش اللي فات كان من نجوم الماتش بل افضلهم. مروان عطيه يا جدعان تعالوا نتكلم شويه على مستواه والفرق اللي هو عماد النحاس عامله معاه دلوقتي ولما كان مع كولر.
طبعا يا جدعان ناس كتير كانت بتنتقد مروان عطيه وكانت بتقول عليه ان هو لعبه سلبي، وطبعا طبيعي مع كولر لازم يبقى لعبه سلبي، لان ده لاعب خط وسط، لاعب ديفندر، يعني في التحولات لازم ايه، يرمي لك كره طوليه لقدام، يعمل لك اسيست حلو ماشي من نص الملعب. ولكن انا بالنسبه لي ايام كولر انت كنت بتجيب جون وبتدافع، فاللعيبه كلها تحت الكوره واللعيبه كلها قبل نص ملعبك، فمروان عطيه طبيعي لما هيستلم الكوره هيبصي للي جنبه، هيسلم للي وراه، ما هو مفيش حد فاتح له. انما مع عماد النحاس لما بيلعب كوره هجوميه، انت بتشوف مروان عطيه بيعمل كوره حلوه جدا، كورته جميله جدا، يعني مثال للديفندر الصريح اللي هو من احسن الديفندرات اللي موجوده في مصر حاليا. لما الاهلي بيلعب كوره هجوميه، وخصوصا الماتش اللي فات شفناه لما كان في تحولات هجوميه الاهلي بيهاجم بشراسه فكان هو بيعمل الكرات الطوليه زي ما الكتاب قايل، ده عامل يا جدعان الماتش اللي فات اسيست بوش رجله يدرس. فهو ده يا جدعان وجهه نظري في مستوى مروان عطيه، بتلعب كره هجوميه هيديك، هتلعب كره دفاعيه طبيعي، اي لاعب وسط في العالم بتلعب كره دفاعيه هيبقى لعبه سلبي، ما هو ده الطبيعي، انت فاهم القصه. تعالى بقى، فمروان عطيه انا بالنسبه لي اديله 8 من 10، راجل مستواه ثابت وراجل جامد جدا. امام عاشور يا جدعان انا مش هديه بقى لا 8 ونص ولا 9 ونص ولا الشغل التعبان ده، هديه 10 من 10. ليه؟ لان امام عاشور بيعمل كل المهام اللي عليه. امام عاشور زي ما انا قلت، امام عاشور ما بيبخلش بنقطه عرق واحده في الماتش. امام عاشور هو روح الفانيلا الحمراء ده موجود عند كل اللعيبه، ولكن امام عاشور يختلف في الكواليتي اللي موجود، لان دي شخصيه لاعب زي ما انا قلت لك. امام عاشور لو بيلعب في فريق درجه ثانيه هيلعب بنفس المستوى وبنفس الريتم وبنفس الحماس وبنفس الجرينتا وهيبقى عايز يكسب، ده امام عاشور. فانا بالنسبه لي هديله 10 من 10. اما نتكلم على واحد زي عمرو السولية طبعا هديله 4 من 10. بن شرقي النهارده هديله 8 من 10 مستريح، لان بن شرقي النهارده حسيت ان هو بن شرقي بتاع فترات طويله زمان كان بيعمل فيها اداء كويس جدا، لسه ما رجعش طبعا لربع مستواه، ولكن النهارده تحسه متحرر شويه، تحسه كان في الشوط الاول ايجابي شويه على الجون على مستوى الخط الهجومي. فانا بالنسبه لي يا جدعان بن شرقي ممكن اديله النهارده 7 من 10. وسام ابو علي 9 ونص من 10. طاهر محمد طاهر 10 من 10. وده ليه بقى؟ يعني اسامه ابو علي يا جدعان زي ما قلت لكم القصه بتاعته اللي هو كان لسه راجع من اصابه ومستواه وحش، النفسيه بتاعته لما جراديشار لعب عليه، لما عماد النحاس رجع اداله الثقه وخلاه المهاجم الاول في الاهلي، وده وضعه الطبيعي طبعا. فانا بالنسبه لي وسام كده رجع لمستواه، فهديله 9 ونص من 10 لان النهارده كان عامل اداء عالمي. تعالى بقى نتكلم على طاهر محمد طاهر. طاهر محمد طاهر يا جدعان جه وقت من الاوقات كل الجماهير كانت بتنتقد وكانت عايزاه يمشي، تمام. في الوقت اللي الجماهير كانت عايزاه يمشي هو كان بيقعد على الدكه طبعا بيعيط عشان ما بينزلش، وشفنا لقطه شهيره بينه وبين امام عاشور ان اللاعب متدمر نفسيا، ولكن ما كانش بيبطل شغل على نفسه. انا بحب كده بقى، هتجتهد وهتبقى عايز تشتغل وعايز تبقى حاجه ربنا هيديك، على عكس عمر الساعي اللي هو موهبه جامده جدا، ولكن مع كوره لما العيال ما بيلعبوش فالولا بقى يهمل في نفسه. دي مش نوعيه لاعب هتبقى حاجه بعد كده. ولكن طاهر محمد طاهر يا جدعان رجع في بدايه الموسم، لو تلاحظ بدايه الموسم كان من احسن لاعيبه الاهلي، وفي نفس الوقت راح المنتخب وجاب جون مع حسام حسن. كان المنتخب بيلعب بره، مش متذكر المنتخب اللي كان بيلعب قصاده، ولكن جاب جون جامد جدا لما قطع من على الوينج وراح وشاط وكمل والدنيا كانت حلوه معاه. تعالى بقى هنا في النادي الاهلي بعد ما رجع للاصابه، ما شاء الله عليه، ما شاء الله على كل ماتش جون واسيست، جون واسيست. يعني طاهر محمد طاهر انا بالنسبه لي طاهر محمد طاهر لو كمل بالمستوى ده وزيزو جاي يلعب عليه اساسي بصراحه. وانا عاجبني ان كله بيتطور دلوقتي مع عماد النحاس لسبب اللعيبه لما تبقى فايقه، واللعيبه الجديده اللي هتيجي زي زيزو بيلعب في حته طاهر، محمد بن رمضان في نص الملعب، انت هتشوف جراديشار مع وسام، هتشوف منافسه شرسه بين اللعيب تريزيجيه وبن شرقي، انت هتشوف منافسه شرسه بين اللعيبه، وكل ده بيصب في صالح الاهلي، كل دي ايجابيه على النادي الاهلي، ولكن المدرب المفروض يستغلها. ده يا جدعان تقييمي للعيبه النهارده. والماتش التحكيم النهارده كان وحش جدا، كان في كور حوالين المنطقه، كورتين لامام عاشور ما اتحسبوش فاول، في طرد لايبوكا، طرد في ده محضر في اسم الشرطه لازم يتعمل بامانه يعني. فانا بالنسبه لي النهارده كان الاهلي بيقدم كره حلوه كورته العاديه، ولكن نقطه ضعفه كان الدفاع. انا بالنسبه لي يا جدعان ما قيمتش الشناوي. ليه؟ لان الشناوي ملوش تقييم عندي. الشناوي قائد الفرقه، الشناوي لعيب كبير، الشناوي كان نقطه من نقط ضعف النادي الاهلي النهارده. وما تقوليش ده صد كورتين، ما هو طبيعي الكورتين اللي صدهم دول هو ده الشناوي طبيعي، انما الكورتين اللي دخلوا فيه ما يدخلوش اصلا في الشناوي برضه. فانا بالنسبه لي الشناوي مستواه متذبذب النهارده. انا اتمنى اشوف مصطفى شوبير، انا بحب الشناوي بس اتمنى اشوف مصطفى شوبير الصراحه، لان مصطفى شوبير يا جدعان ده ممكن اقول لك عليه اتظلم في وجود الشناوي، ومصطفى شوبير مظلوم لحد اللحظه دي. نتكلم بقى يا جدعان عن قرار لجنه التظلمات والصياح والشياط اللي احنا سامعينه كتير. القرار يا جدعان اتاجل لحد يوم 15/5. ناس كتير بتتكلم وبتقول لك
ان هو متاجل علشان لحد ما يشوفوا نتائج الاهلي، ومتاجل عشان نانوس الدوله. انا ماليش دعوه، القرار طالع مش من عندي، القرار طالع ان رابطه الانديه ما استوفتش اوراقها، او الاوراق مش كامله، فهم هياجلوا لحد ما يستمعوا لحد ما رابطه الانديه يشوفوا الاسباب، انت فاهمني، وبعد كده يطلعوا قرار يوم 15/5. انا بالنسبه لي القرار هيبقى كاهلاوي يعني ابقى فرحان جدا لو اتخصم مني 3 نقط بس بتوع الماتش، ما اتخصمش الثلاثه اللي في الاخر. اول ماتش اتعاد قشطه، في كل الحالات انا جاهز. ولكن انا بالنسبه لي الاهلي اصلا سواء بقرار او مش قرار، ان شاء الله باذن الله قادر ان هو ياخد الدوري، لان ان شاء الله بيراميدز هيقع على الماتشات اللي جايه. الاهلي فايق بصراحه في الفتره الاخيره، ان شاء الله الاهلي مش هيضيع ولا ماتش. فده قرار النادي الزمالك بقى رد على البيان ده وقال لهم بقى ايه نفس الكلام بقى، ايه المظلوميه واللي مش عارف ايه، والموسم اللي فات انا اتخصم مني واتطبق عليا اللائحه. تعالى كده نرجع للموسم اللي فات في حته انسحاب الزمالك واتطبق على اللائحه دي. بصوا يا جدعان، الفرق بيني وبين نادي الزمالك ان انا مش مكسور عيني في نقطه. انا مش مكسور عيني في ايه؟ الموسم اللي فات لما الزمالك اجل وقال مش هلعب ماتشاتي، انا لما كل الفرق اللي تلعب بماتشات الدور الاول، وكان الماتش بتاعه قدام سيراميكا انسحب من قدام ماتش سيراميكا، كان انسحب من قدام ماتش الاهلي، انسحب قدام الاهلي وبعد كده لعب ماتش سيراميكا. ولكن انسحابه قدام النادي الاهلي ده بعد كده قرارات في اجتماعات مع وزير الشباب والرياضه، مع رابطه الانديه، مع الاتحاد المصري، مش عارف ايه، هوب وبص سبحان الله الزمالك هيلعب ماتش سيراميكا. وبعد كده بعد ماتش سيراميكا ركز معايا، بعد ماتش سيراميكا يطلع الاتحاد المصري ويقول لك مد اجل بين الزمالك والاتحاد الافريقي 5 ايام، 5 ايام لحد ما الزمالك يحل مشاكله اللي هي بتاعت الديون وكده، وياخد الرخصه الافريقيه. عرفت بقى ان الزمالك اتخصم منه الكلام ده ليه؟ لانه هو تساوم، هتلعب الدوري وهتكمل هجيب لك الرخصه الافريقيه اللي هتشارك بيها في الكونفدراليه، مش هتلعب الدوري ومش هتكمل مش هجيب لك الرخصه الافريقيه، اذا مش هتلعب الكونفدراليه، اذا الجماهير هتصح عليك. هو ده اللي حصل. وبعدها على طول بعد ماتش سيراميكا مباشره سبحان الله يطلع قرار من الاتحاد المصري بمد اجل مع الاتحاد الافريقي 5 ايام عشان الزمالك يحل مشاكله، الزمالك يحل بعض من مشاكله، جزء من مشاكله، انت فاهمني، بعد كده ياخد الرخصه الافريقيه. فالزمالك اتساوم. انا بقى ما حدش يعرف يساومني، لان انا لا عليا ديون ولا عليا مستحقات ولا باخر، ولا عندي مثلا دولاب في الفيفا ولا عندي دولاب، ما حدش يقدر يساومني، انت فاهمني. فانا بس برجعك مش بقول لك نغير اللوائح ولا الكلام ده، انا ماليش دعوه بقصه اللوائح. انا بتكلم في حته ان الزملكاويه دلوقتي هم بيتكلموا، يطلع كابتن محمد ابو العلا يقول لك دي مطبوخه، دي مش عارف ايه دي. طب انت دلوقتي اصلا، انا بتكلم على محمد ابو العلا ده، انت طالع تصيح ليه وانت اصلا ما بتنافسش؟ يعني انت مالكش علاقه بالمنافسه، انت كده كده تالت، يعني انت كده كده في كل الحالات هتبقى تالت. المفروض اللي يتكلم مثلا سيب الكلام ده لفريق بيراميدز اللي بينافس، انت فاهم، انت بره المنافسه بقالك 3 سنين، وده الواضح وده الصريح، ده الصريح للكل، ودي الحقيقه اللي مش راضيين تعترفوا بيها، ان انت الفتره اللي جايه هتبقى بعيد عن الصوره خالص. انا بالنسبه لي كاهلي وبيراميدز، البيراميدز اوريدي بقى مشروع ناجح وهيجيب لعيبه، الاهلي انت بتشوف الصفقات اللي بيدعم بيها عامله ازاي، انت غرقان في ديونك ومش عارف تجيب لعيبه وعندك لعيبه محليه فهتطلع بره المنافسه. هتقول لي بيراميدز ممكن ياخد الدوري السنه دي، ما هو ده بيثبت اللي انا بقوله، حتى لو بيراميدز خد الدوري يبقى انا بقالي 3 سنين باخد الدوري من بيراميدز سنتين وهو بياخده مني سنه، يبقى انت بره الصوره خالص. انا بلعب بدوري ابطال افريقيا، بيراميدز بيلعب دوري افريقيا، خد مكانك، انت بقيت كونفدراليه. مع الوقت ومع السنين هنرجع نقول ان خلاص ان الكونفدراليه ديت مكانه الزمالك الطبيعيه. انت مش حاسس بكل ده وعايز تطلع تفشل الاهلي بس، عايز تخلي الاهلي يتكسر في رتم نجاحه بس، ولا راضي تبص على نفسك وتشتغل، ولا راضي تشوف الدنيا بتاعتك، ما انت مالكش علاقه غير ان انت تفشل الاهلي. فده يا جدعان النقطه اللي انا حبيت اتكلم فيها. تعالى بقى نتكلم على المدرب المرشح الاقوى للنادي الاهلي، وهو الكابتن جوزيه جوميز. تختلف او تتفق، انا بالنسبه لي يعني الجماهير اللي هي عامله حمله على جوزيه جوميز ومش عايزه جوزيه جوميز، انا من النوع ان انا ما بحبش اضغط او مثلا انتقد مدرب من قبل ما يجي. يعني هو الراجل كانت ارقامه حلوه مع الزمالك، راح الدوري السعودي مش كويس، مش احسن حاجه، ولكن لما يجي مع الاهلي انا ما اقدرش اقول عليه حلو ولا وحش إلا لما يلعب مع سكواد الاهلي ويثبت فعلا ان هو وحش همشيه، يثبت ان هو حلو يكمل. فانا ما اقدرش احكم عليه، ودي وجهه نظري بصراحه. ولكن هما بيقولوا ان هو اخر ماتش ليه مع الفريق اللي هو بيلعب معاه في السعوديه، لو خسر طبيعي يستغنى عنه، وفي مصادر تانية في تقارير سعودية قالت ان الاهلي خلاص خلص معاه، وكمان اتفق على الراتب بتاعه سنويا، هياخد تقريبا 150 الف دولار في الموسم. فانا بالنسبة لي جوزيه جوميز جه، النحاس مسك، اي مدرب في الدنيا مسك الاهلي، انا كاهلاوي ماليش دعوة، اهم حاجة عندي
ان يطلع لي النتيجه اللي انا عايزها، ياخد البطولات اللي انا بشارك فيها، يلعب برتم الاهلي، يلعب بسكواد الاهلي، اشوف متعه زي ما انا كنت بتفرج. فانا بالنسبه لي اي مدرب هيجي يمسك الاهلي في الفتره الحاليه، محلي او اجنبي، اهم حاجه اشوف منه كوره حلوه واشوف منه الكوره اللي انا بحبها. بس دي كانت حلقتنا النهارده يا جدعان. انت معاك ديشا المجال. انا طبعا طبيعي ان انا برحب بيكم في اول الحلقه، ولكن معلش الكلام بياخدني. اتمنى ان كل الناس اللي تشوفني تشير الفيديو وتعمل عليه لايك، وان شاء الله بكره في حلقه جديده وحلقه جامده تكسر الدنيا.